اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وثيقة تصديق وتنفيذ حكم قضائي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي عملا بأحكام المادة 123 من الدستور والمواد 470 و478 و479 و480 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 94 بشأن الإجراءات الجزائية. وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة مارب الابتدائية بتاريخ 18 جمادي أول 38 400 الموافق 15/2/17/20 في القضية الجنائية رقم 8 لسنة 1437 القاضي بمعاقبة المتهم المدان ربيع علي أحمد الدماسي بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه صدام عبد الله محمد البحاطي. وعلى الحكم رقم 38 لسنة 39 الصادر من محكمة استئناف مارب. وعلى القرار النهائي البات من المحكمة العليا. وعلى تقرير النائب العام رقم 1 لسنة 2020 وتاريخ 14 جمادي الأول الموافق 9/1/2020 بشأن القضية الجنائية المذكورة. قررنا ما يلي: نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 29/1440 الموافق 1/8/2019 القاضي بمعاقبة المتهم ربيع علي أحمد الدماسي بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه صدام عبد الله محمد البحاطي. وعلى الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية وفقا للقانون مع مراعاة ترغيب أولياء الذنب بالعفو أو قبول الدية قبل التنفيذ. والله على ما نقول. صلينا على اللهم صل عليه. احنا يا قبائلنا صوت احدث ندعو انا سامح هذا ربيع لوجه الله الكريم. وذي على المجنة وذي وانا ارجوكم ان لا احد يمد بريال واحد. أنا ما أجلس لا قرب ولا أبدا خلوها على ماي خلوها على ماي. يلا تمام.